ازاي ممكن باستخدام منديل او سبراي بيترش على الوش ممكن تفقد حد الوعي؟ طبعا شفنا المشهد ده كتير في الافلام وكل يوم بنسمع عنه قصه جديده، لكن الحقيقه ان الكلام ده مش صح بالمره ولا يمكن يحصل. التخدير الكامل للشخص اللي بيفقد وعيه بالكامل لازم يكون عن طريق الوريد، اما بقى التخدير عن طريق الشم فده بيتم عن طريق ماسك بيخش من خلاله الغاز المخدر، ولازم الماسك يكون مغطي الانف والفم بالكامل عشان ما يختلطش بالهواء الخارجي، والمريض او الانسان اللي بيتم تخديره يستنشقه لمده 5 ل 10 دقائق متواصلين. لكن لحد النهارده ما تمش اختراع سبراي بيترش على الواحد من بعيد فيقع من طوله على طول، ولا حتى لما يحط على وشه منديل غرقان بالغاز المخدر اللي اوريدي اختلط بالجو ممكن يفقد الوعي. الا بقى لو الشخص اللي بيعمل كده فضل حاطط المنديل المخدر على وشك لمده 5 ل 10 دقائق وانت كمان مش بتقاوم وبتساعده وبتستنشق الهواء بمنتهى السعاده. مفيش شك ان احنا لازم نحرص وما نركبش مع اي حد من غير ما نكون عارفين هو مين كويس جدا، لكن نصدق اي قصص لا. ولو حد حاول يخدرك بمنديل ما تسيبوش على وشك 5 دقايق كاملين.